خلي البط والوز يعوم فيها. ايه يا ابني مالك فرحان بالمطرة كده وعمال تغني لها؟ في ايه؟ حد يفرح بالبرد والمطرة دي؟ انا يا ابني هقولك المطرة دي كلها فوايد، مش مية نازلة كده على الفاضي. فوايد ايه يا اسطى؟ قولي بقى ايه الفوايد بتاعتها. تعالى بس امشي ورايا كده وانا هوريك الفوايد عملي وقدام عينيك يا معلم. انت شكلك مش عارف حاجة خالص. شايف المية اللي قدامك دي بتاعت النهر؟ المية دي لما بتنزل فيها مية المطرة بتزيد، وطبعا بنستفيد منها. مم. عندك حق يا اسطى والله. انت واضح ان انت عندك معلومات كتيرة. وايه بقى فوايد المطرة تاني؟ طبعا المية دي كلنا بنستفيد منها، يعني احنا بنشرب منها والزرع والحيوانات، وبنستفيد منها استفادة كبيرة جدا. تعالى اقعد هنا جنبي واستمتع بالمنظر الجميل ده. المطرة بطلت اهو والجو هدي. انا جاي اقعد جنبك اهو. صدق عندك حق، المنظر بقى جميل قوي والسما صافية وبقت جميلة. اه والله بعد المطر ما بتبطل بتحس ان بقى الجو ممتع وجميل كده. وفي ريحة حلوة في الجو، وريحة المطرة اصلا بتبقى جميلة. التراب لما بيتشبع بالمطرة بتبقى ريحته حلوة قوي. سبحان الله، ربنا خلق لنا نعم كتيرة قوي. الحمد لله والشكر لله على نعمك يا رب. اي والله يا اسطى عندك حق. الحمد لله يا رب على كل نعمك اللي انت انعمت بيها علينا. نحمدك ونشكر فضلك يا